مرحبا، يعطيك العافية. أنا محمد صبحي طاووس من عامودة، الملقب بشعفو. نحكي ونتكلم عن حادثة سينما عامودة في سنة 1960 بمدينة عامودة. كنا في سينما عامودة، وحينما قعدنا بالسينما صارت الحادثة، وكنا نتفرج على الفيلم اللهم صل على محمد، الجزائر. وحينما احترقت السينما كنا جوات في السينما، ونحن كنا أبطال مدينة عامودة بالرياضة. وحينما احترقت انطفت الكهرباء كلياتها، ما بقينا نشوف حدا. فأنا بقوتي وبإرادة رب العالمين شيل لي مكان، يجي أنا أمسك هيك وأزت لبرا، أطالع لبرا من هالمحروقين. حينما يعني عدة شباب طالعناهن، فأنا يعني فجائيا رايح كنت بدي أحترق. اللي طالعتهم 5 6، والله ما بقيت أتذكر كم واحد هني. وأنا في هذيك الفجائية هربت لبرا، وإلا التقيت في محمد سعيد آغا عم يجي على السينما، يقولوا له العالم إنه يا أخي فهد مو بالسينما. قال هدول كلهم الشباب كلهم ولادي. وحينما دخل على السينما ما في 10 دقائق أو ربع ساعة نزل السقف واستشهد في مدينة عامودة في السينما. أي نعم.